نيجي نلاقي ترامب جمع كل الدول الأغنياء ولفظوا الدول اللي هم خدوا أراضي منها وادوها للخليج، لأن إسرائيل هي الذراع اللي بتحركه أمريكا بتنظف بيه المنطقة عشان تجيب الفرشة بتاعتها وتبقى متواجدة داخل المنطقة. كل الاتفاقيات اللي بتحصل داخل المنطقة مش بتحصل مع إسرائيل. الجلسات اللي هي عملها ترامب ديت مع الخليج، يعني هم اللي هيعملوا البيزنس وهيتفقوا، هتبتدي تطلع لهم قوانين دولية. هلا الحكام بيتغيروا، ممكن الرئيس يموت، ممكن الرئيس يتعزل، ممكن يحصل انقلاب، ممكن تبقى في انتخابات مش حرة وشريفة، بس يبقى في انتخابات تجيب حد تاني. النظام اللي هيجي لدولة ضعيفة هشة اقتصادها واقع، علشان الغرب يقدر يدخل ويتحكم في المؤسسات اللي بتحط النظام الانتخابي